السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس النهاردة إن شاء الله هنتعلم حاجتين مهمين وهما الماسك والكليبنج ماسك، وبرضه عشان نعرف الفرق بينهم هنجرب على صورة عشان يكون المثال أوضح شوية، وليكن مثلا الصورة دي. بالنسبة للماسك احنا ممكن نعمله من هنا من تحت، بنختار اد راستر ماسك، هيضيف زي لاير تاني على اللاير الأساسية اللي احنا شغالين عليها أو اللي احنا عملنا عليها الماسك. الماسك ده بيقدر يخلينا إن احنا نعدل في الصورة بحيث إن احنا نقدر نلغي اللي احنا عدلناه. بمعنى إن الماسك هنا لونه أبيض، تمام؟ عندنا الشاشة بتاعة الماسك كلها لونها أبيض، بمعنى إن احنا سايبين الصورة زي ما هي من غير أي تعديل. احنا لو جبنا الفرشة وغيرنا اللون للون الأسود بالإكس هيغير اللونين دول مع بعض بالإكس، تمام؟ خلينا اللون الأسود وكبرنا البرش شوية وجينا عملنا كده هيمسح الجزء ده، وهنلاحظ إن هو ظهر في الماسك إن الجزء ده اتمسح. لو عايزين نعدل الصورة دي بعد ما عملنا حاجات كتير في البروجكت ومش هينفع إن احنا نعدلها من الهيستوري، بكل بساطة نعلم على الماسك من هنا ونغير الفرشة للون الأبيض ونبدأ نرجع الجزء اللي احنا عايزينه. طب الماسك مفيد في إيه؟ بحيث إن احنا نقدر نفرغ صورة أو إن احنا نشيل حاجة من صورة احنا مش عايزينها. كمثال تاني، احنا ممكن نفتح الصورة دي، احنا مثلا عايزين نشيل الباك جراوند، هنروح عاملين ماسك ونروح نبدأ باللون الأسود ونبدأ نشيل الجزء ده كده زي ما احنا عايزين. طبعا الموضوع هياخد شوية وقت وهو مش هيكون أفضل حاجة بالنسبة للبرش، فاحنا ممكن نعمل سيلكت عادي للباك جراوند ونعمل ماسك. الكلام ده ازاي؟ ان احنا لو اخترنا مثلا اللون ده بالسلكشن عادي خالص وعملنا انفيرس علشان يختار الجزء ده ورحنا عاملين ماسك، بكل بساطة هيشيل الباك جراوند، بحيث ان احنا نقدر نعدل عليها اكتر من كده او نظبط التفاصيل. بمعنى ان احنا عندنا هنا الجزء الابيض اللي هو الجزء اللي ظهر معانا والاسود اللي احنا شلناه من الصورة، فاحنا لو جبنا البرش واخترنا اللون الاسود فاحنا عايزين نشيل الجزء التاني من الصورة، نيجي من هنا بكل بساطة بالبرش ونشيل الاجزاء اللي احنا مش عايزينها. طب باظت حتة معايا، بكل سهولة نغير من الإكس أو نخلي اللون من هنا أسود ونروح مرجعين الجزء اللي باظ مننا ونبدأ نعدل كده ونبدل بين الأبيض والأسود. دي فكرة الماسك، إن هو بيشيل جزء من الصورة أو بيرجعه من خلال اللون الأبيض والأسود بتاع البرش. الحاجة التانية وهي الكليبنج ماسك، علشان نفهمها أكتر ممكن نعملها على الصورة دي ومعاها مثلا الصورة دي، هنحدد الصورة كلها بالكنترول والA، بعد كده كنترول C عشان ناخد كوبي ونحط الكوبي هنا. علشان نصغرها شوية Alt وكنترول وT، دي الاختصارات اللي احنا المفروض خلاص حفظناها، ونصغرها شوية بحيث مثلا إن هي تكون بالحجم ده. تمام. ايه بقى فكرة الكليبنج ماسك؟ الكليبنج ماسك ان هو بيدمج حاجتين مع بعض بحيث برضو ان احنا نقدر نعدل عليهم بعدين. بمعنى ان احنا لما كان يكون عندنا اتنين شيب ونعمل لهم كومباين من اللاير، هنا بنعمل كومباين وبنعمل يونايت بيخلي الاتنين مع بعض، لكن ده بيخليهم مع بعض وبنقدر نتحكم فيهم بعد كده. في الاول هنشيل المكعب ده، نختار الاوبجكت كله، تمام، ونعمل منه كوبي علشان ندخل الصورة جوه المكعب. احنا دلوقتي لازم نخلي اللاير اللي فوق هي اللي هنعمل لها الماسك، بمعنى ان احنا عايزين اللاير اللي فوق تكون جوه اللاير اللي تحتيها، فلازم تكون اللاير اللي تحتيها دي اللي هيخش جواها الحاجة اللي فوقيها. بمعنى ان احنا دلوقتي لو عملنا كليك يمين ودوسنا كليبنج ماسك هنلاقيه دخل جوه الصورة وبقي جزء منها، احنا منقدرش نطلعه بره الصورة او بره اللاير دي. تمام، دي الفكرة، بس هو مش نفس فكرة البرسبكتيف ان احنا نحط الحاجة فوق او على الجنب، لا هي هتكون فوقيها بالظبط، هي مش هتاخد شكل او معالم الشيب عندنا او الصورة، هي هتكون موجودة على اللاير نفسها ومش هنقدر نطلع براها. دي فكرة الكليبنج ماسك والماسك.